قصة جميلة جدا ومؤثرة وفيها عبرة مهمة قوي بين أمنا عائشة وأمنا زينب بنت جحش. طبعا كانوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يغاروا من أمنا عائشة عشان كان بيحبها قوي، ولكن كان بيعدل. دي رسالة لكل زوج رغم الحب، ولكن كان بيعدل بين زوجاته. وبعدين حصل موقف، أجيب لكم جزء من القصة. يعني حصل موقف، دخلت أمنا زينب على أمنا عائشة في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأغلظت لها القول، قالت لها كلام لا يليق. يعني اشتدت عليها في الكلام قوي وضايقتها قوي بالكلام وهجمتها. يعني فالمهم أمنا عائشة تعمل إيه؟ شفتوا هنا ذكاء الزوجة وتقديرها واحترامها لجوزها. بصت في عين النبي صلى الله عليه وسلم، هل يريد أن أرد وأخذ حقي أم ده يغضبه؟ يعني أنا لو رديت جوزي هيكون راضي وعادي وهيعديها، ولا ده هيضايق جوزي؟ الست المفروض دايما تفكر في النقطة دي. فنظرت في عينيه إنه يريد أن أرد عليها، فرديت ورديت رد قوي جدا وأخذت حقي. لأن الست في نوع من النساء لما ما بتاخذش حقها بتعيا، بتمرض، بتحس بالقهر والظلم وتلوم جوزها، وكون ده حاجز نفسي بينها وبين جوزها. انت ما خدتليش حقي وانا احتراما لك ما رضيتش اخد حقي. المهم امنا عائشه ردت وخدت حقها بعد ما رأت في عيون النبي صلى الله عليه وسلم انه ما عندوش مانع ان هي ترد عن امنا زينب. ردت وخدت حقها وهديت نفسيا ان هي ردت. وبعد كده ما كان من النبي الا ان التفت الى امنا زينب وقال لها انها بنت ابي بكر، انها بنت ابي بكر، تاخد حقها، تعرف ترد. بس اهم حاجه لما ناخد حقنا بس ما ناخدش حقنا 10 مرات، ما نجرحش حد، ما نتهمش حد، ما نغلص القول بجرح وإهانة لحد. ناخد حقنا في نطاق الأدب والاحترام وما يليق. وكمان احترم الزوج، ان انا اشوفه هو موافق ان اخد حقي ولا هو ليه تصرف تاني هياخد لي حقي بيه. يا ريت نراعي بعض ونحترم ونقدر بعض، عشان لما اقدر جوزي هو كمان هيقدرني وهتعلو مكانتي عنده، عشان انا بقدره وبحترم وجوده، لا بحترم غيابه قبل حضوره. وده يجب على كل زوجة مسلمة تتقي الله.